السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ دفعة ثانوية عامة 2026. قبل ما نبدأ الفيديو، في قناة تليجرام في الوصف هننزل عليها ملخصات فيزياء وبعض ملخصات المواد التانية، بس هي هتبقى الفيزياء أهم حاجة. أول حاجة أنا هقولك ازاي تختار مدرسك في العربي. مش هقولك اختار كذا وما تختارش كذا، مش هقولك ده أحسن من ده. أنا هقولك بناء على ايه تختار مدرسك. أول حاجة، احنا عندنا مجتمع مدرسين عربي كتير، زي مستر محمد صلاح، مستر رضا الفاروق، مستر قيصر، مستر وليد محسن، مستر عبد الله الشهاوي، وكتير من المدرسين. انت هتختار مدرسك عن ايه؟ انت هتخش على اليوتيوب مثلا، انت بتفضل ما بين مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق، او مستر محمد صلاح ومستر وليد محسن، مستر وليد محسن ومستر عبد الله الشهاوي، مستر وليد محسن ومستر رضا الفاروق. اي حد فاضل ما بينهم الاتنين، هتعمل ايه؟ تخش على اليوتيوب، تكتب مستر محمد صلاح وهتكتب مستر رضا الفاروق، هتجيب شرح لده وشرح لده. هما الاتنين متوفر ليهم شرح على اليوتيوب، كشرح اللي هو بيبقى عاملين مراجعات والكلام من ده، فده لهم شرح. هتجيب شرح ده وشرح ده، هتقارن بقى على اساس ايه. مثلا هي تسمع ساعتين من عند ده وتسمع ساعتين من عند ده، هتشوف المدة اللي انت، يعني مثلا انت سمعت مستر محمد صلاح الساعتين سمعتهم في ساعتين، مستر ده فاروق سمعت الساعتين في ساعتين ونص. معنى كده ان في نص ساعة جت زيادة مع انهم نفس الوقت، لو انت طبعا مشغلهم على سرعة واحد. يبقى في حاجة هنا ناقصة عند مستر رضا الفاروق، وهي مثلا ايه؟ شد الانتباه ليك او جذبك، او انت عند مستر رضا الفاروق قدامك توقف الفيديو وتشغل وتوقف وتشغل، علشان انت حاسس ان انت ايه؟ قاعد مش مستحمل. او العكس، ممكن برضه عند مستر رضا الفاروق تسمع ساعتين في ساعتين، ومستر محمد صلاح تسمع ساعتين في 3 ساعات. فانت هتجيب الفيديو شرح لكل واحد مثلا ساعة ساعتين، شوف انت تخلصه في قد ايه. هتشوف مين اللي انت قاعد وانت بتسمعه كده انت حابب ان انت تسمعه، يعني حابب ان انت تكمل الفيديو، مش كل شوية تبص ده في الدقيقة لسه 10 دقايق، لسه ربع ساعة، لسه تلت ساعة، لسه نص ساعة. انت هتقارن ازاي؟ انت اللي هتختار. مش هطلع اقول لك انا كنت باخد مع مستر محمد صلاح يبقى مستر محمد صلاح عم مستر كذا وعم مستر كذا وعم مستر كده، لا. انت تخش، انت لسه في اول 8، على الفيديو ده ينزل تقريبا 1/8 2/8، هما كلهم بيبدأوا في نص 8. انت تخش دلوقتي وشوف، انت اللي هتختار. مش انا انصح اطلع اقول لك ده احسن من ده، مفيش حد احسن من حد، كلهم عندهم المادة العلمية. بس المواد التانية زي الأحياء وكده في فرق ما نيجي نقول على الأحياء. فانت هتخش تجيب الفيديو هنا وفيديو هنا، وتقارن انت بمزاجك اللي شادد انتباهك، اللي انت بتسمعه وانت حابب تكمل معاه، اللي انت بتوقفش الفيديو بتاعه كتير، وهكذا. انا بقى كتجربة ليا، انا سمعت مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق في تالتة ثانوي، بس كنت مشترك مع مستر محمد صلاح. ايه الفرق بين مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق؟ الاتنين كمادة علمية الاتنين لا يختلف عليهم، بس هيقولوا مستر رضا الفاروق خبرة اكتر من مستر محمد صلاح. بس مستر محمد صلاح يتميز عن مستر رضا الفاروق في حاجة اسمها خدمة ما بعد البيع. انت لما تروح تشتري حاجة يقول لك الحاجة دي ب5000 جنيه، بس مستر محمد صلاح يقول لك ايه؟ على ضمان سنة. مستر رضا الفاروق يقول لك لا. هنا بقى خدمة ما بعد البيع هنا كالمنصة، أنا من رأيي منصة مستر محمد صلاح أسهل من منصة مستر رضا الفاروق كتعامل معاها. التيم، الدعم الفني وده كله يميل شوية لمستر محمد صلاح. طبعا مستر رضا الفاروق حلوين وكل حاجة، بس أنا بقولك كتجربة السنة اللي فاتت، يعني اللي هو خدمة ما بعد البيع عند مستر محمد صلاح أحسن من مستر رضا الفاروق. أنا الاتنين سمعتهم في المراجعة النهائية، اللي هي الامتحان قصدي، اللي كانت بتنزل على اليوتيوب. كنت بسمع من هنا اللي انا عايزه، بسمع من هنا اللي انا عايزه. مستر رضا الفاروق يتميز عن مستر محمد صلاح، اسئله مستر رضا الفاروق اصعب من اسئله مستر محمد صلاح، يعني اسئلته تحسها تقيله شويه عن مستر محمد صلاح. يعني مثلا من امتحانات مستر محمد صلاح كان منزلها في الامتحان، كنت اغلط مثلا عن مستر محمد صلاح سؤالين 3، عن مستر رضا الفاروق مثلا 5 6. كنت تحس اللي هو كان بيجيب الاسئله صعبه شويه، بس الامتحان ما بيجيش زي الصعوبة اللي هو كان بيحطها، بس هو بيدور برضه على الصعب. فدي برضه ميزة عند مستر ده الفاروق. تيم اللي هو المونتاج، اللي اللي هو الخدمة بقى اللي بيقدمها لك جنب المادة العلمية، فهو مستر محمد صلاح يتفوق على جميع مدرسين اللغة العربية فيها. ودي برضه تحسب له، دي شطارة منه تحسب له. مش اللي هو أهم حاجة المادة العلمية، أهم حاجة الطالب يكون مرتاح معاك.
مرتاح من ناحية كل حاجة، ما اكونش مثلا عامل منصة كذا منصة كذا فرع كذا حاجة، الطالب يتوه معاك. إذا في مدرسين بيكونوا مشتركين في كذا منصة، تحس إن الطالب تايه مش مجمع، أنا أسأل هنا ولا أسأل هنا، أشترك على المنصة دي الشهر ده والمنصة دي الشهر الجاي، لأ. دي برضه بتحصل في مواد تانية زي مثلا الكيمياء، مستر محمد عبد الجواد في 3 منصات تقريبا، ومستر محمد عبد المعبود منصتين. فالأحسن إن أنت تستقر في حاجة واحدة عشان الطالب بتاعك ما يتشتتش معاك. ودي كانت تجربتي انا، يعني انا اشتركت مع مستر محمد صلاح عشان ايه؟ خدمة ما بعد البيع زي ما بيقولوا. ودي كانت ايه؟ دي النصيحة بتاعت العربي. انت اللي هتختار، انت اللي هتجرب وتشوف مين الاحسن ليك، مين اللي انت مستمتع وانت بتسمعه، مين اللي انت حابب تكمل معاه، مش مين الاحسن من حد. مفيش حد احسن من حد، كلهم مدرسين دارسين المادة وكلهم افاضل وكل حاجة. ودي كانت الفيديو بتاعنا. ما تنساش تشترك في قناة التليجرام في الوصف. دي قلنا زي ما هو فيديو عن هنزل على بعض مخصصات الفيزياء، وان شاء الله انا هنزل. كنت انا اصلا القناه دي بدايتها كانت فيزياء بس ما جابتش ريتش والكلام من ده، فهو ايه، هننزل بعض الملخصات على قناه التليجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.